ايه المهاره اللي عند دونجا؟ انه يلعب نص ملعب نادي الزمالك. جاهز للمقارنه؟ جاهز للمقارنه. محمد الشناوي ولا محمد صبحي؟ السنه دي في بدايه الموسم يعني في حاجات كتيره جدا مختلفه، فمقارنه بين محمد الشناوي ومحمد صبحي مثلا في نهايه السيزون اللي فات، فهتقول الشناوي طبعا متفوق، لكن السنه دي بدايه محمد صبحي مع الزمالك يعني فرق كتير جدا، وبقى بيعرف يبدا كوره من تحت ويعرف يباصي ويعرف يشيل ومتالق بصراحه. فانا بالنسبه ليا لا، محمد صبحي يتفوق على الشناوي. عمر جابر ولا محمد هاني؟ المقارنه دي بقت صعبه قوي. فاهم يعني بصراحه برضه هيبقى عمر جابر، لانه محمد هاني تقريبا هو نسي حاجه اسمها كره قدم. فعلا محمد هاني تحس ان هو ما بقاش موجود، يعني محمد هاني بقى عنده مشكله كبيره جدا، اللي هو ايه، ولا بقى بيعرف يدافع ولا بيعرف يهاجم ولا بيعرف يعمل كروس. ففعلا محمد هاني بقى لغز جامد جدا في الجبهه اليمين في النادي الاهلي. منتخب مصر تحس ان هو برضه ايه، محمد هاني. طب هم شايفين حاجه الناس مش شايفاها مثلا؟ يعني كتر الانقضاض والناس بتنقضه والكلام ده كله، مستوى زي الزفت وبيطلع يتهاجم، وبرضه في منتخب مصر يلعب اساسي وفي الاهلي يلعب اساسي. الونش ولا ياسر ابراهيم؟ بصراحه هو الونش برضه متالق، لكن ياسر ابراهيم بصراحه لما بيلعب بيفرق كتير، وانا بالنسبه لي اختياري هيكون ياسر ابراهيم. حسام عبد المجيد ولا ياسين مرعي؟ حسام عبد المجيد مستوى ثابت جدا تمام بصراحه، ولاعيب يعني كويس، ولاعيب فدائي في الملعب وبيحارب ما بيقاسي، ولاعيب عنده بيعرف ياخد الكرة العالية كلها وعنده هيدر كويس. ولكن ياسين مرعي الفترة اللي لعبها مع الأهلي لعيب بيزيد بيجيب جوان، سمع انه لعيب عنده كورة، فأنا بالنسبة لي ياسين مرعي. بنتايك ولا برضو المرة دي أنا مش هختار كوكا، لأن هو مش مكانه ومش باك شمال عشان أختاره تمام. فأنا هختار بنتايج، إن هو أحسن من أو هو يعتبر في الدوري المصري السنة دي هو محمد حمدي بيراميدز أحسن 2 باك شمال في مصر. مروان عطية ولا محمد شحاتة؟ لا، مروان عطية طبعا. بص أقول لك حاجة، محمد شحاتة لسه صغير تمام، ومحمد شحاتة ظاهر في نادي الزمالك لأن نادي الزمالك نص الملعب بتاعه ما فيهوش حد. ديانج ولا دونجا؟ دونجا ده ما بيلعبش كورة وما عندوش فكرة عن الكورة. دونجا ده راجل ضريب بأمانة والله. يعني أنت فاهم، دونجا ده راجل ضريب درجة واحدة. بص دونجا يتفوق على أحسن لاعب في العالم، كان هو راجل ضريب في الملعب، ومشكلته إنه يضرب ويعترض. أنا بضرب باشا وبحتك بقوة وفاهم وبعمل كل حاجة وبطلع أعترض. إيه، نفسي أفهم برضو واحد من الناس زي محمد هاني كده، إيه المهارة اللي عند دونجا إنه يلعب نص ملعب نادي الزمالك. بين رمضان ولا عبد الله السعيد؟ وبين رمضان برضو أداؤه لسه لحد الآن محير. عبد الله السعيد كام ماتش اللي لعبهم مستواه ثابت، وبصراحة يعني هو إيه، مظلوم شويه في الزمالك ان هم بيلعبوه مره 6 ويلعبوه مره 8، فبصراحه هم تعبينه شويه، وبعدين سنه ما يسمحش لكل التحركات دي. فهو يعني برضه بالنسبه لمستوى بن رمضان كان الفتره دي ومستوى عبد الله السعيد، لا عبد الله السعيد افضل من بن رمضان. تريزيجيه ولا ناصر ماهر؟ لا تريزيجيه. ناصر ماهر شغال كويس الموسم تمام، بس زي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا قلنا ناصر ماهر لاعب مزاجنجي، ولاعيب بتاع ممكن فاهم يعني برضو ايه. كان في ماتش وادي دجله لو انت اتفرجت عليه والزمالك، ناصر ماهر جات له كوره جوه الصندوق، كان المفروض يخلص النتيجه لما كانت 1-0. 2-0 الماتش خلص، لا حب انه يدي الشو اللقطه 1 و2 وحب يرقص ويعدل فضاعت، فالجيم اتقلب على الزمالك بقى 2-1. فعلا. فهو اللعيب اللي ما يبقاش ايجابي في الفرصه اللي تجيله ويعرف يستغلها، وان هو يدور على الشو على المنظره وان هو يجيب جون جميل، لا يبقى ممكن لعيب يكون اعلى منه في مكانه. اخوان الفينا ولا طاهر؟ هو اخوان الفينا بص يعني هو لعيب، هو برازيلي بصراحه، هو لعيب يعني فاهم سريع مهاري جدا، بيعرف ازاي يضحك على الحكم ويعرف يضحك على اللعيبه فاهم، هو جسمه قليل فبيعرف يخش تحت اللعيب بياخد فاول، ترقصته غير متوقعه. فهو لا الولد ده جامد جدا ولو استمر على ذلك يعني. بن شرقي ولا شيكو بنزا؟ شيكو بنزا ده يعني انا بالنسبه ليا هو مصطفى شلبي التاني في الزمالك. انا باخد الكرة واجري، انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، لدرجه انه بيعدي الخط وهو بيجري، مش واخد باله بقى من الملعب، مش واخد خطه ان ده خط التماس خلاص طلع هو بره فاهم. فهي نفس الطريقه. بن شرقي عنده الحته انه ممكن يرقص ويقف على الكوره ويبص والكلام ده كله، هو بن شرقي بيديها حته زياده مهاره، لكن طبعا بن شرقي يعني يكتسح. في مباراة القمة تحب تبدأ بجراديشار ولا محمد شريف؟ محمد شريف بطل كوره بصراحه، والماتش اللي فات محمد شريف اثبت ان هو بطل كوره. يعني محمد شريف ما ينفعش يلعب اساسي ولا في القمه، ومع انه عايز اقول لك ان محمد شريف موفق جدا جدا في مباراة الزمالك. ولو بقاله سنتين ما بيسجلش بيجي قدام الزمالك ويسجل، فعمليه نفسيه ممكن عماد النحاس برضو يلعب عليها انه يلعب محمد شريف لانه موفق على نادي الزمالك. بداية دباغ ولا محمد شريف؟ الاثنين بره بصراحه. فاكر انت الحلقه اللي قبل كده اتكلمتني على ناصر منسي، قلت لك لو جه فيرويد في نادي الزمالك تقيل، حتى لو هو ضعيف او مش بالقوه او مش بقوه التسجيل، هياخد على مين؟ على ناصر منسي. ناصر منسي. انا بالنسبه لي ناصر منسي احسن من عداد دباغ، او ممكن احنا في الاهلي او كاهلاويه عشان اسامه ابو علي
كان فارق معانا جدا في مم. الحته دي، وكان مخلينا ان احنا في المنطقه دي ما بنبصش لحد او ما فيش مقارنه. تمام، يعني هو الوحيد اللي كان يتقارن بيه كان فيستو مايني بتاع بيراميدز، كان الوحيد اللي ممكن تقارنه باسامه ابو علي. لكن بصراحه اهلي وزمالك ما عندهمش فراوده بصراحه. يعني عوديه الدباغ لعب تقريبا كام ماتش كده في الدوري، تقريبا 6 ولا 7. مم. تمام، إيه لما مؤاخذه جون الكره على خط الجون، كره بتاخده ما تحسش ان هو الفرود المحطه مش الشرس. تحب تقولي لي الاهلي قبل الماتش الكامل اللي جاي؟ احب اقول للاهلي او مش للاهلي بقى، هو من الاهلي كيان ثابت، احنا بنتكلم على لعيبه الاهلي بقى. لعيبه الاهلي اللي احنا كنا فاكرين ان احنا هننزل اي فرقه ناخدها 3 4 5 فاهم، ننزل نكسب كله سكور، وحاطين في دماغنا كده وداخلين الموسم بناء على كده. اللعيبه دي خجلت جمهور الاهلي تماما بلا استثناء، جديد بقديم فاهم، بلعيبه جديده. الناس بتتكلم على لعيبه ملايين ولعيبه بارقام، وبن شرقي وزيزو فاهم وتريزيجيه وامام عاشور، سكواد فاهم انت بس تاخده كده على الورق. مرعب. اه طبعا كاسماء انت مرعب، لكن سوري في اللفظ احنا بننزل الملعب بنحس ان اللي قدامنا هو اللي مرعب. انت فاهم، انت فرق بتبقى كسبانه واحد واتنين ويرجعوا عليك ويعملوا رومنتادا عليك وما بتعرفش تكسب فاهم، بتتغلب من بيراميدز 2-0 في ماتش انت ما رحتش اساسا، تتعادل مع مودرن فيوتشر 2-2. نتائجك كلها ما تدلش تماما على انك انت راجل عايز تنافس على بطوله. ده انت لسه، احنا لسه في البدايه ولسه حتى ما رحناش افريقيا. يعني انت الناس كانت بتتكلم على سكوادك ده حتى في افريقيا في تونس وكده، الاهلي المصري جحيم